لنا والله، قولوا لنا هنشوف تاني ولا هو معزول. طيب عايز تقول لي ان الناس في مصر اليوم بعد حكم المحكمة الإدارية العليا مقتنع ان مرتضى مشي؟ لا، ما هو قاعد في النادي اهو ماسك الميكروفون الحديدة دي اللي في ايده وماشي بيزعق وبتاع. طبعا هيطلع بالليل يشتم عيلتي كلها. قال لك ايه النهارده؟ ده على الشروق، قال لك اتلقى اتصالات من شخصيات بالدولة. ده الراجل اللي اتحكم عليه النهارده بعزله من الدولة. طبعا مش اكيد الدولة القديمة، مش اكيد دولة احمس، مش اكيد الدولة الفرعونية، الدولة اللي موجودة دلوقتي والحكومة اللي موجودة دلوقتي والاجهزة اللي موجودة دلوقتي. قالوا لي لو سمحت خليك متواجد في الزمالك دائما. الدولة المصرية مش عارفة تعيش، اصل في مشكلة في سد النهضة، لو انت مش موجود السد ينهار. اتحداك تقول اسم حد من الدولة قال لك اقعد في نادي الزمالك، ولا تقدر، ولا تقدر. انما هو يحتمي انه انا ورايا الدولة. وطبعا الناس تقول ايه؟ ده وراه فلان، في واحد خلاص بقى بيقولوا اسمه رسمي، لا فلان ده بيقولوه بشكل غير رسمي، لا علان. فهو الراجل وراه الدولة، انما القانون والقضاء ملوش دعوه بيه. لانه اليوم اللي اتقال ان هو معزول، الدوله طبقا لمرتضى منصور قالت اوعى تمشي يا مرتضى من الزمالك. ده هو عشان مرتضى عمل ايه؟ فيبقى الراجل طلع عليه حكم عزل شهرين، الشهر الجاي يخش انتخابات، لان طبعا هو عامل الجمعيه العموميه كلها، دخل ناس واشتراكات ببلاش واشتراكات مجانيه وبتاع ومش عارف ايه وحاجات كده، ويكسب تاني الانتخابات ويجي عادي جدا يقعد لسنه 60 بعد كده. ايه لازمه بقى القضاء؟ ايه لازمه القانون؟ ايه لازمه اي حاجه؟ لانه هو بيقول، وهو يا عيني يا عيني ما هم، انا مش عايز اقول كلام بايخ يعني، ما هو ما حدش يقول كده، ما تطلعش تقول على الناس قالوا لك كده فانت قلت هم بيقولوا لي كده، يعني المفروض تبقى مش كده. الاستاذ محمد رشوان محامي بالنقد، شوف برضو مره تانية جايز يعني يبقى في حاجه تانية. مفيش حاجه تانية، جت المحكمه النهارده الاداريه العليا تأييد عزل مرتضى منصور. وبرضو قال ناس بتكتب ايه؟ ما هي فرص مرتضى منصور بقى؟ فرص ايه؟ طب يا جماعه احنا تعبين نفسنا وتعبين النادي ليه؟ ما تقولوا لنا ان انتوا عايزين مرتضى منصور رئيسا لنادي الزمالك وخليه قاعد، والله خليه قاعد، والله تفرق. او ليه وجع قلب وحضره القاضي ومحاكم ويطلع الراجل يتنرفز بالليل وضغطه يعلى ومشاكل والنادي يبقى مهزوز ومش عارفين. خلوه قولوا لنا يا جماعه بصوا بس بقى احنا عايزينه هو يبقى كده ماشي. تيجي وزاره الشباب والرياضه تقول لك ايه؟ عمرو احنا عايزينه كده، او عايزينه يفضل كده لغايه الانتخابات الجايه، وتيجي الانتخابات الجايه اللي هو القاضي عزله، فالراجل بعد شهر يبقى رئيس النادي تاني. طب هو لما القاضي عزله ليه؟ لانه لا يصلح انه يبقى رئيس النادي، مش كده؟ ولا هو لا يصلح انه يبقى رئيس النادي لمده شهرين؟ ايه يا جماعه ده؟ ايه الاساتوك ده؟ بجد شبه العدل. اصله في عدل وفي شبه العدل. الدول اللي بتتقدم بتستخدم العدل، شبه العدل ده ما بيخليكش تتقدم خالص. انتوا عايزين ان المنظر ان هو اتعزل ولا الحقيقة ان هو اتعزل؟ ما انت لو اديت المثال انه انت لو عزلته بالقانون وهو يتحايل عن القانون ويبقى موجود رئيس الاشتراكات في النادي مسؤول عن بوابة الاطفال مش عارف ايه، ويبقى قاعد في النادي بيحكم وينهي، يبقى مفيش عدل. انت بتقول للناس في مصر ايه؟ انه الاحكام لا يتم تنفيذها. ما هو حضرة القاضي بيقول العدل،
انما تنفيذ العدل في ايد مين؟ مين اللي بيقول للناس في مصر ان في عدل؟ انما اللي حصل ايه؟ انه حضرة القاضي قال العدل، وهو ده يعني اللي نفهمه كلنا، ان حضرة القاضي اللي بيقول هو العدل للمرة التانية ونهائية. المفروض الاولانية كانت نهائية، فقال لك لا بس ايه، يعني نشوف برضو مرة تانية، جايز يعني يبقى في حاجة تانية. مفيش حاجة تانية. جت المحكمة النهاردة الإدارية العليا تأييد عزل مرتضى منصور، وبرضو قال ناس بتكتب ايه؟ شبه العدل. اصله في عدل وفي شبه العدل. الدول اللي بتتقدم بتستخدم العدل، شبه العدل ده ما بيخليكش تتقدم خالص. انتوا عايزين ان المنظر ان هو اتعزل، ولا الحقيقة ان هو اتعزل؟ ما انت لو اديت المثال انه انت لو عزلته بالقانون وهو يتحايل عن القانون، ويبقى موجود رئيس الاشتراكات في النادي مسؤول عن بوابة الاطفال مش عارف ايه، ويبقى قاعد في النادي بيحكم وينهي، يبقى مفيش عدل. انت بتقول للناس في مصر ايه؟ انه الاحكام لا يتم تنفيذها. ما هو حضرة القاضي بيقول العدل، انما تنفيذ العدل في ايد مين؟ مين اللي بيقول للناس في مصر ان في عدل؟ انما اللي حصل ايه؟ انه حضرة القاضي قال العدل، وهو ده يعني اللي نفهمه كلنا، ان حضرة القاضي اللي بيقول هو العدل للمرة التانية ونهائية. المفروض الاولانية كانت نهائية، فقال لك لا بس ايه، يعني نشوف برضو مرة تانية، جايز يعني يبقى في حاجة تانية. مفيش حاجة تانية. جت المحكمة النهاردة الإدارية العليا تأييد عزل مرتضى منصور، وبرضو قال ناس بتكتب ايه؟